السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معكم يحيى. النهارده معنا فيديو الأهلي وأول انتصاراته في مشواره لدوري أبطال أفريقيا. نخش في المباراة سريعا. المباراة اللي انتهت بنتيجة 1-0 لصالح النادي الأهلي. الهدف اللي سجله ميران سديك عن طريق اختراق رائع من محمد هاني، عرضية خبطت ودخلت، هدف 1-0. قبل ما نبدأ يعني نتكلم بقى عن المدرب الجديد ياسروب. الراجل ده بان عليه، هو طلع في المؤتمر الصحفي انا بلعب لعب هجومي وانا والحديد بتاعنا. انا شفت ده النهارده، الراجل بيهاجم، ما عنديش خلاف على الكلام ده. الشوط الاول الفريق التاني ما راحش على الاهلي غير في كورتين اتنين، يعني ما كانوش خطيرين. يعني اول كوره حصلت في الدقيقه 22 تقريبا ولا حاجه، فده يدل ان هو بيهاجم. غير الاهلي بقى اخد كميه ركنيات كتيره جدا، فاولاد بيروح على المرمى. الاهلي راح على المرمى بنسبه كبيره قوي النهارده، بس فين الفينش؟ فين اللي بيخلص؟ دي حته ناقصه عند الاهلي النهارده. الاهلي النهارده مثلا لو كان في حته الفينش الفعال، كان الاهلي مثلا كسب 3-4 النهارده، يعني ده اقل حاجه. بقى الشوط الاول اداء جيد جدا، كان يصل للممتاز بالنسبه للنادي الاهلي من الحته الهجوميه، والفريق اصلا يعني كان متماسك كتله واحده. كنت حتى الراجل حتى بادئ بتشكيله حاطط زيزو جنب شريف، بس زيزو بيميل ناحيه الشمال كده، بن شرقي شويه وبينزل تحت. النقطه دي بس على محمد شريف، يعني عايزين محمد شريف بتاع زمان، اللي هو الكوره بتيجي له من النص فرصه يجيبها جون، عايزينك تخلص جون على طول. نيجي للشوط الثاني اللي بصراحه اداء الاهلي قل فيه بنسبه كبيره جدا، يعني حتى الفريق اخر 10 دقايق الفريق الثاني ايجلز نورا، وانا مش عارف والله ما عارف اسمه، يعني اسمه ايجلز نورا ولا حاجه زي كده. ف دوت جه في اخر 10 دقايق مثلا، او بدايه الدقيقه 70، فالفريق بدا يظهر ويمسك كوره على النادي الاهلي. النادي الاهلي فقد الحته بتاعته، اللعيبه المعدل البدني بتاعها قل بنسبه كبيره جدا. حتى شفنا بن رمضان طلع، نزل اليو ديانج، شفنا كذا لاعب طلع، حتى محمد شريف ذات نفسه طلع مصاب يعني، فنزل مكانه جراديشار. ففي ارهاق بدني على اللعيبه. زيزو طلع، بن شرقي طلع، اغلب اللعيبه اللي في الخط الامامي طلعوا، حتى في نص الملعب بن رمضان اللي كان بيزيد وبيعمل الحته الهجوميه طلع. يعني المفروض بقى المدرب يبدا يحسن المجهود البدني عند اللعيبه اللي هم يقدروا يكملوا. انت ما تعرفش، الموسم لسه طويل جدا جدا. وطبعا عايز ادي محمد هاني حقه، الراجل بيشتم فيه كتير، اظن جمهور الاهلي كله يعني ما فيش حد ما شتمش عليه. النهارده اديله حقه، عمل مباراه جيده جدا بصراحه، هو السبب في الهدف، وحتى الاداء الدفاعي كان